ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة البلح باللبن بس على طريقتي. يلا نشوف معانا ايه. معانا حبة تمر اللي هو البلح، اي نوع عندك، اذا كان الطري او الناشف، ومعايا اي نوع مكسرات موجودة عندك. انا عندي زبيب وزبادي وجوز هند وسمسم. تمام. طبعا المكسرات مفيدة جدا للجسم. اي نوع مكسرات عندك، مش هقولك كاجو وعين جمل وفستق وبندق والكلام، لا، اي حاجة عندك. البساطة أجمل بكتير على فكرة يا جماعة. هنجيب بقى لبن يكون طازة، لبن بقى حليب بخيره. تمام. إذا كان بقري أو جاموس، أي حليب متوفر عندك يكون كامل الدسم. هتغليه وتسيبيه يبرد. تمام. أنا غليته والحليب اللي عندي ما شاء الله عليه قشطة كتير قوي. هتلاقوها دلوقتي متكتلة كده، لأن مطلعاها مخرجاه من التلاجة، فهيكون واضح معاكم في الفيديو. هنجيب التمر بتاعنا، والتمر اللي معايا النهارده حلو جدا جدا جدا، طري، اللي هو بيتعمل بيه العجوه. هنحوش منه النوى، وهنجهز حبه، بس طبعا لازم تغسلي البلح كويس جدا لان بيكون فيه رواسب او تراب. تمام. خلصت حبه، هضيف عليهم اللبن. اللبن ده قد ايه يا جماعه؟ ده نص كيلو. شايفين القشطه ما شاء الله، يعني اللبن حلو جدا وخيره حاجه كده فلاحي على ابوه زي ما بيقولوا. عايزه اقول لكم بقى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه ليوميات حنان في المطبخ. هضيف بقى بعد ما ضفت اللبن على البلح، هضيف المكسرات. هتسيبيها بقى في التلاجة فترة، يعني زي ساعتين او 3. طبعا الطبق ده حاجة اساسية في رمضان. طبق حلو جدا ومفيد ومغذي وصحي. يلا ضفنا حبة من الزبيب وعليهم حبة من السمسم، وهنضيف سوداني، وهنضيف جوز الهند. جوز الهند هنا بتعمل نكهة حلوة جدا مع التمر وطعم كمان. عايزة اقولك ما تقليش على نفسك في اي حاجة. يعني مش هقولك مكسرات غالية، حاجات من اللي هي اسعارها غالية، لا، الحاجة دي بسيطة جدا تقدري تجيبيها. عايزة اقول لكم حبة المكسرات اللي كانوا معايا دول، كل حاجة منها ب5 جنيه. يعني حاجة بسيطة جدا طبعا، وبتفضل عندك. عايزة اقولك حاجة بقى، نصيحة. انا طبعا الطبق ده كان هيتاكل على طول لاني مش عاملاه في رمضان. تمام. فحطيت المكسرات من دلوقتي. نصيحة مني بقى، ما تحطيش المكسرات غير لما تيجي تقدمي الطبق. حطي بقى الجوز الهند علشان هو اللي هيديله نكهة لما يتنقع حبة. خلاص يا ست الكل. هنا رحت جايبة طبق صغير اللي انا هاكله. وعايزة اقول لكم يعني الحمد لله الطبق ده احنا افترسناه. كان طعمه حلو جدا للأمانة. كل اللي أكل منه عجبه جدا. جربوه، حاجة صحية ومفيدة وكمان مغذية. وجربوه بطريقة كده شيك بسيطة، واغرفيه بقى في بولات. عايزة اقول لكم البولات دي بتاعت ايس كريم معروفة تقريبا. فحبيت ان انا احط فيها للأولاد. صحتين وهنا يا رب على كل اللي أكلوا، وصحتين وهنا على اللي هيجربوا ويدوقوا ويقول لنا رأيه في الكومنتات. عايزة أقول لكم بقى ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب ليوميات حنان في المطبخ. أسيبكم في رعاية الله. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want